العمر مجرد رقم. كلنا سمعنا الجملة دي كتير، بس معظمنا بيحس ان هي جملة عادية بتتقال وخلاص. شباب كتير بيعتبروها جملة بتتقال لهم من ناحية جبر الخاطر وبس. عمر الانسان الحقيقي ما بيتقاس بالسنين، عمره الحقيقي بيتقاس بكل لحظة حلوة مرت عليه، كل لحظة نجاح حققها وحصلت في حياته. في بعض اللحظات بتساوي عمر بحاله. حياتنا مش بتقف عند سن او رقم معين. عمرنا بيخلص لما بيخلص ابداعنا وطموحنا. عمرنا بيخلص لما عقلنا يقف انه يفكر فكر جديد. للأسف في مشكلة كبيرة في مجتمعنا بيكون فيها السن هو المشكلة، واحنا في عز شبابنا، واحنا في ربيع عمرنا. لو فكرنا صح هنلاقي اننا بنعقد حياتنا بحاجات تافهة. لازم تعرف ان التجارب هي اللي بتصنع الانسان، والتجارب دي بتاخد وقت ومجهود كبير، مش بنكسبها واحنا قاعدين ولا واحنا مستنيين. عايز تعرف وعايز تفهم؟ جهز قهوتك او شايك ويلا نفهم. انا جون عزمي وانت بتتفرج على فاهم مش حافظ. الحلقة دي برعاية مملكة السعادة، أشيك مكان في زايد اللي فيه منيو متنوع انترناشنال وكمان ناشنال. هيحيرك تاكل ايه من حلاوته. وكمان لو عايز تعمل عيد ميلاد أو حفلة احنا جاهزين. لو عايز كمان تشوف قبل ما تدوق، الصفحة بتاعتنا موجودة في الديسكريبشن. في ناس كبيرة في السن أثبتت صحة إن العمر مجرد رقم. فكرت إن هي تعمل حاجات كتير بعد سن كبير. في منهم اللي قرر إنه يعمل رياضة مختلفة، في منهم اللي حب يعمل رياضة بشكل خطير، منهم اللي عمل تجربة مميزة، في منهم اللي حب يرجع لسن الطفولة. تعال هوريك صورة ل4 ستات عندهم أكتر من 70 سنة ولعبوا على المرجحة. إيه المشكلة؟ طب تعال أقولك على نموذج تاني. واحدة عندها 103 سنة كسرت الرقم القياسي لإنسان يعمل قفزة ثنائية بباراشوت. انت متخيل الفكرة؟ متخيل يعني واحدة عنده 103 سنة يقفز بباراشوت؟ ده في ناس عندها 30 و40 سنة ما بيقدروش يعملوها. تفتكر انت تقدر تعملها؟ لو تقدر تعملها شاركنا في الكومنتات وقول لنا تقدر ولا لأ. وفي ممثلين كبار لسه مستمرين في التمثيل برغم ان سنهم لسه كبير، بس كمان لسه مطلوبين، زي عمنا بيومي فؤاد اللي طلع لنا في كل حاجة، وكمان ماجد الكدواني وسيد رجب وحسين فهمي. كل دول ممثلين كبار في السن، بس عمرك سألت نفسك هم لسه ازاي مكملين؟ ببساطة عشان هم صدقوا نفسهم ونسيوا ان العمر مجرد رقم. طب ثانية واحدة، هو الكلام ده بيتقال لكبار السن بس؟ لا، في نماذج كتيرة لشباب صغيرين. زي عندنا طفلة عندها 11 سنة اتصابت بالسرطان وبدأت تاخد في علاج كيميائي، فاخترعت شنطة تحطها على ظهرها فيها كل الأدوية الطبية اللي بتحتاجها في علاجها. وكمان عندنا شباب من أنجح رواد الأعمال وسنهم لسه ما وصلش ل40 وعندهم شركات وبزنس كبير. هتسأل نفسك هما ازاي حققوا النجاح ده؟ انت كمان لسه عندك الفرصة انك تغير من نفسك ومن فكرك، بس المهم خد القرار. ما يهمكش انت سنك كام دلوقتي، ما يهمكش انت في انهي مرحلة من العمر، ابدأ غير من نفسك فورا. دلوقتي قدامك اختيار. حابب تبقى الجد اللي قاعد في البيت بياكل ويشرب ويقضي ايامه الاخيرة، ولا الجد اللي عمل وبيعمل انجازات كبيرة؟ مفيش حلم بيموت، الحلم بيموت لما احنا نموت. الحاجة اللي بتخلينا نحس اننا عايشين. الحلم ممكن يتجمد، لكن يموت لا، مش ممكن. كلنا نقدر، واللي قدروا قبلنا مش احسن مننا. يلا بينا، وافتكر دايما شعار برنامجنا: افهم واحلم وعافر هتنجح. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وبعتها لحد انت بتحبه وحابب ان هو يتغير ويعرف ان العمر مجرد رقم.